تربينا في مناخ ان القضاء ده محترم ومبجل ومش عارف عامل ازاي وعامل ايه والحاجات دي. خلاص، وعمال يحكي القصة كلها، وبعدين بدأ يحكي الواقعة اللي هي اللي حصلت. بيقول انه المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة جنح مصر القديمة طلب من رئيس النادي القضاء اطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاء، وحكى الموقف كله. لكن لما تقعد تقرا مقال الاستاذ عادل صبري هتكتشف فعلا بجد انك انت واقف في موقف بلدي، يعني موقف شعبي. ولا المنيره ده مش نادي قضاء، دول شويه بلطجيه. بيقول لك بقى ازاي انه شرع الزميل محمد السيد في تصوير الحادث حيث علمناه ومش عارف ايه، وقعد يحكي انه احمد الزند لما شاهد الزميل ده بيصور طلب ممن حوله وقوفه فورا وسؤاله. بيقول له انت بتشتغل فين؟ رد الزميل بكل ادب قال له بشتغل في الحته الفلانيه. فإذا بالفتوة الأكبر اللي هو أحمد الزندي يستأسس عليه ويطلب من اللي حواليه اخطفوا الكاميرا بتاعته والمايك بتاع مصر العربية، بتاع موقع مصر العربية. الزميل حاول يتراجع بكل أدب عشان ينقى بنفسه عن مواجهة ناس في عمر أجداده ومسؤولين بقدر والده ورؤسائه. فإذا بهم هم المسؤولين اللي في عمر أجداده والمسؤولين اللي هم في قدر والده يخطفون الكاميرا عنوة من يده، مما أدى إلى قطع الحامل الذي يضعف معصمه، بل مزقت ملابسه من شدة السحل الذي تعرض ليه. أخذ القاضي أحمد الزند الكاميرا وخطف منها شريحة المعلومات التي تحمل الصور التي يخشى وضعها في حوزته، وأمر من حوله بإخراج جميع الصحفيين والمصورين من النادي. دي الواقعة بالظبط كما رواها الأستاذ عادل صبري، ودي الواقعة اللي أحمد الزند اعتذر عنها واللي نفاها عبد الله فتحي. شوف بعد كده عايز أقول لك أنت مش قدام قضاء عادي، أنت قدام قضاء معرض. هي زي ما أنت سمعتها، عايز تشيل نقطة حط نقطة، تجي لك نقطة، أنت حر. بس هو قضاء كده، لما شوية قضاة يسحلوا صحفي ويضربوا بعض بالطريقة دي. ليه بقى أحمد الزند ما وراهوش الميزانية؟ أنا هقول لحضرتك ليه بقى. انسى القصة دي، أنا هقول لك. لأن السبهللة اللي عايشين فيها القضاة في مصر سبهللة لا حد لها وما تتوصفش، والناس دي معدية، يعني معدية الميغة بمحطات. أنا هقول لك بالأرقام دلوقتي الملف اللي فضحه لهم المستشار هشام جنينة، وعشان كده أحمد الزند يكره جدا المستشار هشام جنينة، وبيصور إن الخلاف اللي بينه وبين المستشار هشام جنينة خلاف في الانتخابات، كان دخل قدام الانتخابات وخسرها. هشام جنينة عنده أرقام، تعالوا بقى نشوف بالأرقام. المستشار أيمن الورداني واحد أهو، المستشار أيمن الورداني واحد مستشار أهو، رئيس محكمة استئناف طنطا، فضح أو كشف خفايا ورواتب وحوافز القضاة والمستشارين في مصر. تعال بص بقى، القاضي بيحصل في الشهر تقريبا مستشار على 54,190 جنيه. سيادة المستشار بيحصل في الشهر على 54,190 جنيه في الشهر. تتفند ازاي بقى الميغة دي؟ تعالى لي يا خالد بقى، انت عاجبك احمد الزند قوي؟ هحب اطبع لك منه واحط لك على التيشيرت بتاعك. انا اقول لك بقى بياخدها ازاي. بياخد 30,000 جنيه بتتسمى حاجه اسمها فرق تسويه هيئه قضايا الدوله. 30,000 جنيه فرق تسويه هيئه قضايا الدوله. بياخد 5,000 جنيه تحت بند اسمه تسويه شهور سابقه. بياخد 2,400 جنيه فرق تسويه عن الشهر. بياخد 3,000 جنيه اسمه بدل مصيف، 3,000 جنيه بدل مصيف. بياخد 3,000 جنيه حاجة اسمها مكافأة رمضان. بياخد 990 جنيه بدل جهود غير عادية. بياخد 7,400 جنيه حافز إنتاج. بينتج إيه؟ بيصنع بوكسرات، بيصنع فانيلات داخلية. بينتج إيه القاضي؟ حاجة اسمها حافز إنتاج 7,400 جنيه. 2,400 جنيه اسمها بدل علاج. رغم، خلي بالك بقى تقف عند ال 2,400 جنيه دي، رغم ان القضاة بيعالجوا في اعظم مستشفيات بالكارنيه بتاعهم، ومع ذلك بيعالجوا باحسن مستشفيات باجور مخفضه زهيده يعني، ومع ذلك بياخدوا فوق ده 2,400 جنيه. ده بالاضافه الى حاجه اسمها بدل المرور المتغير الذي يصرف لاعضاء النيابه. ده كل ده خلي بالك بقى ان القاضي بيركب مواصلات باستماره، ومع ذلك بياخد بدل مواصلات.
بيتعالج ببلاش تقريبا في ارقى مستشفيات مصر، ومع ذلك بياخد 2400 جنيه. اذا اللي بيحصل عليه القاضي، خدت بالك بقى، 54190 جنيه. لاحظ ان القضاه بيقبضوا مرتب كبير جدا. في بقى المرتب ده في بدل مصيف وبدل جدول عاديه وحافز انتاج وبدل علاج. انا بكلمك على امتى؟ مش اي شهر، انا بكلمك على يوليو واغسطس وسبتمبر. رغم انهم بياخدوا اجازه شهر تقريبا، شهر في السنه تقريبا اغسطس، ومع ذلك هو في الشهر ده بياخد برضه حافز انتاج وحافز مش عارف ازاي. عشان كده بيقول لك ايه بقى؟ بيشتغلوا نصف الوقت وتعد اقل الشهور انجازا في العمل لا تسبق الحقيقه القضائيه. المستشار الورداني بيقول طالب قال لهم اخبروا الشعب والحكومه كيف ان عدد من القضاه بيسافروا بياخدوا بدل انتقال باستماره، وهم اصلا بياخدوا بدل انتقال، وهم اصلا بيسافروا باستماره موقعه منهم في المحاكم التي يعملونها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانيه للسفر في القطارات والاتوبيسات التابعه للدوله للوصول الى اعمالهم. يعني القاضي بيركب ببلاش الاتوبيس او القطر، ومع ذلك بيروح يجي اخر الشهر جايب استماره انه راح طنطا 6 مرات، او انه راح المنيا 8 مرات، رغم انه في ال8 مرات ده اذا كانوا 8 اللي راح فيهم راح ببلاش. انما برضه يجي للهيئه بتاعته ويجي ماضي وياخد بدل انتقال. ده القضاه في مصر. عرفتوا ليه القضاه في مصر؟ عرفتوا ليه القضاه في مصر بيحبوا احمد الزند؟ عرفتوا ليه القضاه في مصر كانوا بيكرهوا محمد مرسي؟ لان محمد مرسي وكل ثوار يناير المحترمين، مش اللي اتلونوا ومشوا، كلهم كانوا بينادوا بحاجه اسمها تطهير القضاء. عرفتوا ليه كان لازم يمشي محمد مرسي؟ لان الميغه اللي فيها قضاة مصر دول دي ميغه، ده ميغه يا ريس. علاج ببلاش وياخد بدل علاج، سفر ببلاش وياخد بدل سفر، شهر اغسطس ما بيشتغلش وياخد بدل مصيف. خلاص، الميغه دي كان لازم يحاربوا اي بني ادم نظيف. ده نادي القضاة. انا هطلع فاصل، وبعد الفاصل انا ما كلمتكوش بقى على فضيحه احمد الزند بتاعت الارض بتاعته. ده قصه كبيره عندي اهي، الارض اللي اشتراها وباعها وعمل ونصب على ناس فيها، واللي نشرتها جريده الاهرام. انا ما اتكلمش على كده، ورغم ذلك احمد الزند الحقيقه مش عايز يمشي. ورغم ذلك عشان كده انا مع السؤال اللي ساله الاستاذنا يوسف زيدان ده، اذا كان ساله او منسوب ليه لما قال طيب لما الحاكم طاهر، لما السيسي طاهر وايده نظيفه، ليه بيستعين بناس لصوص؟ وكان سؤال اخير هو قال في المعنى ده، يعني قال فيما معناه اذا كان يعني السيسي نظيف قوي وطاهر قوي، ليه زي لحد النهارده اللي حواليه كلهم لصوص؟ هو ده السؤال.